اوقاتكم بكل خير مشاهدي. كان ليالي الأبطال مرة أخرى، لا أمسيات تعادلها ولا سهرات توازيها ولا مسارح تقدم فنها ولا ليالي تقترب منها. فكيف إذا كان الريال طرفا أولا، وكيف إذا كان أتلتيكو الجار منافسا، وكيف إذا اجتمعا قطبي مدريد في دوري الأبطال. يا لها من أمسية أخرى تضاف للتاريخ، التاريخ الحافل في كرة القدم الأوروبية. هذه المواجهة، هذا الديربي، هذه كرة تلعب في هذا المكان الآن، والمرور والكرة اللي فيها تقدم. الله الله، يا لريال مدريد، يا لريال مدريد في دوري الأبطال. فريق آخر، كائن آخر، تشعر أنه جاء من الفضاء ليدمر من يقابله في الأرض. يا لريال مدريد في دوري الأبطال، فريق آخر كما في جبل الفارس في محاولة المرور. الكرة الله الله الله، ليكن هدف العمر يا جوليان الفارس، ليكن هدف العمر. فالليلة تستحق ذلك والأمسية تستحق ذلك. ليكن أجمل أهدافك، أجمل محطاتك، ليكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الملعب. تعالوا نشوف الدوري الأسباني، دوري المتعة والإثارة والكرة الجميلة البرازيلية الإنجليزية. كل كرة حلوة في العالم بتكون في الدوري دوت. ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اللقاء القوي جدا اللي لا يحتمل أي حاجة تانية غير الفوز بالنسبة لأتلتيكو مدريد، خصوصا اللي هو بينافس على الدوري مع برشلونة، لأن برشلونة بعد ما فاز على ريال سويسداد احتل خلاص قمة الدوري برصيد 57 نقطة. وطبعا اتلتيكو مدريد بقى 56 نقطه، ففي فارق نقطه بين الاثنين. فاتلتيكو مدريد هيخش اللقاء وعايز لازم يكسب. كمان كلنا عارفين ان اتلتيكو مدريد بيمتاز بصلابه الدفاع بتاعه والتوازن بين الدفاع والهجوم، وهو من اقوى الفرق اللي هي بتلعب دفاع وهجوم بتوازن عالي جدا. يعني لو بصينا لقينا برشلونه، هتلاقي بطريقه لعب برشلونه هتلاقي بتلعب بقوه جدا بالهجوم، ركز جدا على الهجوم. وريال مدريد طبعا الفريق الرقم واحد في العالم اللي بيجمع بين كل المزايا الجميله، بين القوه والسرعه والمهاره والحرفنه والاداء الجميل، ريال مدريد. بس ريال مدريد السنه دي حصل له اخفاقات كتيره جدا، وحصل له دروبات ووقع في اكتر من لقاء. ده ليه؟ لان انشيلوتي قال لك احنا محتاجين يا جماعه تدعيم، محتاجين 3 صفوف في الدفاع وخط الوسط والجناح الايسر. لكن مجلس الاداره ما دعمش انشيلوتي وقالوا لا، الكلام دوت مش دلوقتي او سابق لاوانه. عشان كده فريق ريال مدريد بقى بيقع، وفي الكيرف بتاعه بقى بينزل في نزيف النقاط. لكن برشلونه مركز اكتر، عشان كده متصدر الدوري. نيجي ماتش النهارده اتلتيكو مدريد وريال مدريد. اللقاء ده كان قوي جدا ومهم جدا للفريقين، خصوصا ان ريال مدريد خسر لقاء ريال بيتس. المباراه مهمه للطرفين، خصوصا ان اتلتيكو مدريد عايز يتصدر الدوري لان برشلونه سبقه، ومن ناحيه ثانيه كمان ريال مدريد عايز يعوض الخساره اللي تمت في اللقاء اللي فات. فهنلاقي اللقاء